أي خلصت الأغنية. آه عايز أتكلم عن حاجة ممكن أكون متكلمش عنها قبل كده، أو حاجة ممكن يعني يعني حياتي ما كانتش كده، إن أنا بالشكل ده والأسلوب ده والطريقة دي، ده بسبب عوامل حصلت لي في حياتي. وفي نفس الوقت برضه بجانب إن الواحد تقدم في السن، أو مش عارف، أنا شايف إن مش بسبب الواحد تقدم في السن، ولكن ممكن علشان الواحد حس أو مر بتجارب ومواقف وأحداث سببت هذا الشعور إلى حد كبير. ولكن برضو في نفس الوقت أنا شايف برضو حاجة تانية مهمة، ألا وهي إن الواحد أكيد 1,000,000% مش هيستمر بالشكل ده. فأنا حاسس إن أنا الفترة دي بمر بكتاب طفيف مش قوي الحمد لله، ولكن هو إحساس يعني إحساس كده إن أنت مش عارف أنت كويس ولا مش كويس، أنت أحسن ولا مش أحسن، أنت بتمر بحاجة كويسة ولا مش كويسة، الحاجات دي. أنا مش عارف بالظبط، يعني الواحد ممكن يغير الواقع ده ازاي. مش عارف انتوا شايفيني كويس ولا لا، بس انا اقول يعني اتكلم بقى زي ما تطلع بقى الصورة اتفرجوا عليها كده، معلش. احساس غريب ان انت تزنق نفسك. يعني انا بعمل لنفسي ديدلاين، وقت كده محدد معين بحدد فيه ان انا لازم اعمل كذا في الوقت الفلاني، لو عملتش كذا يبقى انا كده بقى في حاجة غلط، ان انا كده فشلت، ان انا كده معرفتش، ان انا كده مسويتش، ان انا كده كده. مع ان انت يعني قدامك وقت، يعني انا قدامي وقت وممكن يعني اعمل اللي انا عايز اعمله ده في وقت تاني، او في المستقبل، يحصل بعدين وينجح واحقق اللي انا عايزه يعني. لكن انا بحط نفسي في ديدلاينز، حاجات كده بالشكل ده، وبكون مش عارف بقى ومش عارف يعني اعمل ايه. فانا احاول بقى ان انا احاول ان انا ما اعملش كده، فاهمين قصدي؟ احاول ان انا ما اعملش كده، وفي نفس الوقت اسيب الدنيا كده مفتوحة، تبقى مفتوحة وتبقى في مجال ان الواحد يعمل حاجة بشكل مداوم ومستمر وبشكل معين، بحيث ان
ما اوقفش وازنق نفسي واضغط نفسي واعمل نفسي وحاسس نفسي بان انا لازم اعمل لازم كده. لا عادي يعني، ممكن الواحد يوسعها شوية نفسه. ربنا سبحانه وتعالى اسمه واسع يعني، فالواحد يوسعها على نفسه وما يضايقهاش ويسيب الدنيا كده تاخد مجاريها، تاخد مجراها، واللي عايزه ربنا هيكون يعني. فاهميني؟ عايز اتكلم عن الفلوس. ان الفلوس بقت واخدة أهمية كبيرة جدا، أهمية كبيرة جدا في حياتنا، في حياتنا اليومية. وإن يعني إن الواحد لازم يعني يبقى معاه فلوس، ولو مش فلوس ده يعني شخصية أو حد مثلا ما نحبش إن احنا نتعامل معاه أو يعني نتجنبه لحد ما. ولكن لما يكون معاك فلوس الناس بتحاول إن هي تقرب منك وتتعامل معاك وتتكلم معاك، يبقى في جانب من الجوانب المشاركة والحب والعاطفة والحاجات دي كلها. مع ان يعني الفلوس دي يعني حاجة وسيلة انت ممكن انت من خلالها بتجيب بيها حاجات او بتعمل بيها حاجة، نفسك في حاجة، بس يعني مش هتشتري الاحترام الناس ليك. فاهمين قصدي؟ فمش عارف يعني الحل ان الواحد ازاي يتغاضى عن شعور واحساسه بان الفلوس دي ليها عبء او احساس يعني زايد بشكل ما مخليه ان هو حاسس بضغط، حاسس بشيء غريب شوية. مش عارف انتوا كمان عندكم نفس الاحساس ده ولا لا، بس الاحساس ده انا حاسه يعني وشاعر بيه بشكل كبير مسبب لي ازعاج، يعني مسبب لي ازعاج وحاسس ان هو يعني بشكل ما مسبب لي حالة من حالات عدم الاتزان لحد ما. مش عارف كمان ازاي نحل الموضوع ده، او ازاي ان احنا نقلل الشعور بقيمة الفلوس او بالفلوس، او ان احنا نتعامل بالفلوس او كل حاجة بالفلوس او الحاجات دي. مش عارف الحل ايه او ان احنا نعمل ايه عشان نقلل من الاحساس ده او الشعور ده او بالحياة دي او بالطريقة دي. فاهمين قصدي؟